خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم ونقولوا لاصحاب بكالوريا الف مبروك وان شاء الله تدوم الافراح لكل الشعب الجزائري. اليوم جبت لكم فيديو خاص، تصريح غير متوقع تماما حول ربما المدرب المستقبلي للمنتخب الجزائري. برناوي قلت له واش راك حاب تشوف كمدرب للمنتخب الجزائري؟ فاجأني بمدرب جزائري وعالمي في نفس الوقت. نخليكم تشوفوا شكون هذا المدرب. شاهد اللي كان فيه قرار حاليا يقول لك باللي يكون ناخب جزائري اللي ما عليه يكون زين الدين زيدان جزائري. هذا حيكون حجر نقولوا نقيسوا عصفورين، راح نقيسوا مدرب تاع مستوى عالي جدا. انه علاش انا نقول لك هكذا؟ شوف هما تقدر تقول عنصريه خاصه لفرنسا، فيهم مشروع قرار قانون اللي حاليا راهو في المصادقه اللي هي اللي تسقي في الاجور. عارفين باللي ديشان راح يروح حاليا اللي تسقي في اجور المدربين في فرنسا الله اعلم راح تكون 120 الف اورو للمدرب. هذا بالنيه برك اللي يغلق الباب لزيدان، لانه كثير من العنصريين وخاصه اليمين المتطرف، وكعارف نحن الحكايه اللي عندنا مع اليمين المتطرف ماهوش عاجبهم الان، متخوفين انه باش يكون زين الدين زيدان مهما كان المستوى تاعو ومهما كانت الخدمه اللي خدمها اللي اداها لهذا البلد بطل العالم وكان رفعهم، وهو اللي كان تقدر تقول ساهم في النهضه تاع الكره. ماذا بك تشوف زيدان مدرب المنتخب الجزائري؟ امنيه اكثر من ماذا بيا. ولما لا؟ نعم زين الدين زيدان راح يكون عمل، لانه خاصه كي شفت الاجره تاع بيتكوفيتش انه بنفس الاجره تقدر تجيب زيدان. نعم. محمد واش رايك في الفكره هذه؟ انا من نخالف رايه في زيدان، ما يجيش الجزائر. ماشي رايك اسك يصلح كمدرب؟ ما يجي زيدان، يحتاج ظروف مختلفه. هو يحتاج جانب تنظيمي مختلف. شوف انا نقول لك هو يفرض على نقول شوف امور كثيره تغيرت في كره القدم، خاصه في التنظيم تاع الاتحاديه وفي الهيكله. لما قدوم اذا كاين اشكال واحد اخر، لما قدوم بن عربيه ومن بعد قدوم جمال بالماضي المستوى تاعو الصرامه تاعو غير كثير في المنظومه تاع الكره الجزائريه، ويحبوا كاره من كاره هذا الفريق. وهذا النهضه كان بناها جمال بالماضي بالفريق تاعو. قدوم كاين قدوم كيما زيدان راح يمد لك هيكله اخرى وتقدر تقول قفزه نوعيه اخرى. كاين اشكال، هي الطموح المعلن تاع زيدان هو تدريب المنتخب الفرنسي، والطموح المعلن تاع زيدان هو رفض مانشستر يونايتد، رفض انديه. ممكن تكون انا تمني ماذا بيا الى انا شوف كاين واحد تاع زيدان. شوف بصح انا نقول لك ما يجيش زيدان. كاين واحد القصه هنا يقولوها زمان بكري، يقولوا لك عربي ولو كان كورونا بن داود. سقسي نعرفها الكبار يحكوا لك على هذه القصه تاع كورونا مع بن داود. هي احنا زين الدين زيدان ولا العائله زيدان احنا قعدوا دائما عندهم الجهه الجزائريه احنا نفتخر بهم، لانه شوف هو زيدان كي يسجل فرنسي كيضرب براسو جزائري. هذا بالنسبه للاعلام وخاصه اليمين المتطرف، لانه هذا الشيء. لانه شوف احنا حاليا رانا محتاجين المحافظه على المكتسبات، لانه تقدر تقول احنا نفنص عندنا فريق يقدر ينفجر ويؤدي ويقدر نولوا ما تكاليفوش نتائج باهره، ونقدروا نولوا تقدر تقول تحطيم حتى نولوا ما تتاهلوش لكاس افريقيا. لانه لهذا الشيء ندعي العقلانيه، ولازم يكون العقل. وايضا رساله نغتنم الفرصه ونوجهها للمسؤولين، كفانا من تصفيه حسابات. العقل والظرف راه يطلب باش نجمع كل تقدر تقول الجزائريين خاصة النوايا الطيبة باش نولوا قوة يد واحدة، تكونوا قوة وتكون مهمة اللي هي بناء هذا الرياضة اللي هي مصدر ثروة الشعب الجزائري. إن شاء الله. نعم. وإسبانيا اللي سجلت. نعم. هذا اللحظات واش نقول لك إسبانيا سجلت. على كل حال طبعا قبل ما نختموا هذا العدد نختموه فقط بإقصاء المكسيك والبرازيل. طبعا هالاند يا أحمد 7 أهداف. 7 أهداف، وحش حقيقي. نبداو معك طبعا سيد عبد الرؤوف. وحش حقيقي يقصي وحده البرازيل. يمكن أن نقول بأنه هالاند أقصى كرة القدم. لو كان تخيل كانت البرازيل الإعلام تاعنا والبرازيل يقول لك ماندي تاع البرازيل هو اللي قصى البرازيل، هما كلهم يتكلموا يقول لك نيمار ما أداش دور أولى. عارفين أنهم متفاهمين البرازيل هو من أكثر الدول اللي عندهم عدد المنخرطين في رياضة كرة القدم. أقوى أول دولة مصدرة للاعبين للخارج. لكن حاليا المشكلة تاع البرازيل انه ما عندهمش جيل ذهبي الان. لا، هي نقول لك المشكله تاع البرازيل
انه ما فهموش باللي الدول قرات النموذج تاعهم، وهذيك تاع الموهبه خلاص ولات ما تاكلش بها خبز كما نقولوا بالعاميه، وخاصه النموذج والمراكز التكوين الفرنسيه وزات لحقت بها الاسبانيه. نعم. وقبلها الالمانيه. تخيل باللي المانيا اللي صاحبت اكثر من مليون منخرط ما قدرتش تتعدى الربع النهائي، لانه الرياضه راهي تتطور. نعم. والمنهجيه راهي تتغير، وحاليا صاروا يعتمدوا حتى تقدر تقول على العنصر البشري وعلى المورفولوجيا. نعم. البرازيل اول بلد مصدر للاعبين للخارج، خاصه لاسيا وللصين. فرنسا ثاني من بعدهم، لكن المستوى العالي بمنهجيه تاع التدريب تاعهم راهم يكسبوا القاب، راهم يشرفوا للرايه، وايضا راهم يدخلوا مئات الملايير تاع نقول بالعمله الصعبه لبلادهم، لانه اللاعب تاع مستوى عالي دوكا الثمن تاعو باهظ جدا. نعم. احمد باختصار لانه الوقت هامنا، فيما يخص طبعا البرازيل واقصائهم من طرف ايرلينغ هالاند. ايرلينغ هالاند، انا كنت كلمت لك قبل هالاند على دور المهاجم المحطه. هذا مشي، هذا وحش المحطه. حاجه خاصه. نعم. ضروره وجود المهاجم المحطه، هي اغلب المنتخبات تلعب بهذه الطريقه، عندك من استثناء المنتخب الاسباني اللي نشوفه احنا ايضا احنا والمنتخب الاسباني. نعم. الفرق بيناتنا احنا هما المنتخب الاسباني عندهم رودريغو، عندهم رودري، وعندهم اوريازابال، وعندهم رودري لور، وحنا عندنا زروقي وبن طالب، وحابين نلعبوا كما هما. هذا هو الفرق. ولكن انهاء الفرص بمجرد الوصول لمنطقه الجزاء بارع جدا فيها هالاند. افضل مهاجم في العالم بالنسبه لك حاليا؟ راس حربة. نعم. حاليا افضل مهاجم. افضل لاعب في العالم حاليا بعد تألق مبابي ايضا؟ لا، افضل لاعب لا. ميسي. تشوف بانه ميسي. احمد، شكون افضل لاعب الان حاليا في التوقيت الحالي؟ نقدروا نقولوا مبابي او ميسي. ميسي في المنتخب الفرنسي ليس مبابي. لا حاليا انا ميسي يبقى ميسي افضل لاعب في التاريخ. انا بالنسبه لي في المنتخب الفرنسي وليسي افضل من مبابي في المونديال هذا. نعم. نتحدث حاليا، انا نتحدث في كاس العالم. الاحصائيات تاعو راهو داخل في احصائيات بولي، راهو بست تمريرات حاسمه. هي افضل لاعب في المونديال ولا حاليا كاين فرق؟ حاليا انا في المونديال. في المونديال راك تهضر؟ على المونديال ميسي. عم بالك تهضر على العام. لا حاليا. حاليا تم هذا انيا. المونديال قصدك؟ لا المونديال ميسي راهو فارق ميسي. نعم. على كل حال انتقادات وحديث على بن سبعيني انه اعتزل، ولكن المعلومات اللي عندي انه ماشي يعتزل. وماندي، رايك خاصه في الحارس زيدان، حارس جا المنتخب، تألق مع المنتخبات اللي لعبت ضدنا، وبعد ذلك اذا كان عنده الشجاعه لهذه الدرجه انه يعتزل، ربما انا شخصيا نقول لك من اول الداعمين. اعطيني رايك. زيدان يعتزل اذا حب يعتزل، الاعتزال يبقى قرار شخصي يوسف.